ثم بعد كده بدأوا ينشروا صور هوريها لك دلوقتي لخريطة جديدة لإسرائيل. الكلام ده كانش بيحصل قبل كده. قال لك ايه؟ قال لك اصل دي الخريطة التاريخية لإسرائيل ايام حكم الملك داود، اللي هو النبي داود اللي هو كان ملك بني اسرائيل وقتها يعني. فقال لك دي الخريطة واحنا هنرجع الخريطة دي، هو ده الهدف بتاعنا وده حقنا التاريخي. فتعال نبص كده على الخريطة اللي هم بيستندوا ليها يعني. ايه دي الخريطة اللي هم عارضينها وبيقولوا ان دي حدودنا او حدود اسرائيل، وهو ده الهدف من العملية البرية. احنا عايزين نستعيد المملكة التاريخية للنبي داود. طبعا كلام فارغ. وبعدين يعني عشان برضو الجيل الجديد يعني، انا لو هعرضها خرايط، انا عندي خريطة للإمبراطورية المصرية من قبل ما النبي داود يتولد. دي خريطة مصر، الإمبراطورية المصرية سنة 1435 قبل الميلاد، قبل ما النبي داود أصلا يتولد. فالموضوع طبعا عمره ما يبقى بالشكل المتخلف بتاعهم ده. يعني لو بتكلم على الحقوق التاريخية وبتكلم على الخرايط، طب ما أنا هعرض الخريطة بتاعت مصر، فمفيش الكلام ده طبعا. بس يعني كان مهم نوضح النقطة دي عشان في ناس بتقول لك ده ممكن يبقى حقهم فعلا. طب ما دي فعلا كانت مملكة إسرائيل وقت النبي داود ووقت النبي سليمان، فمن حقهم يبقى ليهم سيطرة على الأرض دي. طبعا كلام فارغ. لو بتتكلم على الخرايط فمفيش أقدم وأكبر من خريطة الإمبراطورية المصرية خالص.